هنخلص في موضوع حسين الشحات. حسين الشحات خلى السنة اللي كانت مقطوعة طلعت. حسين الشحات احنا اعترفنا اهلي ادارة وجمهور اللي حسين الشحات غلط، واحنا بنقول وانا طلعت قلت لكم ابو يوسف الهلاوي اللي حسين الشحات يستحق عقوبه جامده من اتحاد الكوره والنادي الاهلي، وعلى قلبنا زي العسل عشان عندنا اللي بيغلط بيتحاسب، مش عندكم اللي بيغلط بتشيلوه فوق راسكم في قلوبكم، القليل الادب عندكم بتحطوه في قلبكم، هو ده العاده عندكم. لكن تعملوا بنطه على النادي الاهلي وجمهوره، لا، اصحوا اصحوا فوقهم، شوفوا انتوا بتكلموا مين. يا اللي طلعت زيرو من كل البطولات، طالعين عاملين فيها قيم ومبادئ، طالعين بتهاجموا النادي الاهلي من اول ما الماتش خلص اكن دي البطوله بتاعتكم. البطوله بتاعتكم يا زملكاويه اللي الاهلي غلب ماتش، عرفتوا اللي انا قلت لكم، اللي انتوا اكبر طموح عند اي حد زملكاوي السنه دي والسنين الجايه، اللي الاهلي اتغلب ماتش ده الانجاز. كنا حاطينكم في البيوت وطلعتوا منها عشان الغلاب ده ماتش، واحنا واخدين الدوري ومخلصينه وغازبينك رايح جاي 3 و4. يا اللي ما عندكش دم، انا كاسبك يا ابو يوسف الاهلاوي، يا اللي ما عندكش دم ولا احساس، 3 و4 رايح جاي، جاي تتكلم معانا احنا، جاي تتكلم مع عمامك. لا يا جماعه فوقوا، وبامر الله قلت لكم كلكم اللي فاتكم تاني والسنه الجايه كوم تاني يا جماعه. الاهلي هيبقى بص عالمي، الاهلي بصفقاته رضا سليم وامام عاشور، وفي صفقات جايه جامده. احنا مش هنعلن لما النادي الاهلي يقول، انتوا عارفين يا ابو يوسف الاهلاوي، وانتوا عارفين كل صفقه جايه النادي الاهلي اكتر مني انا، اقسم بالله مفيش حد بيتفرج على ابو يوسف. انا قلت لكم يا جماعه انا اقل واحد بتكلم، بس انا ربنا مطلعني اتكلم معاكم محبه يا عم، اعتبرها بقى كل ما انت تتخيله، بس انا طالع محبه من قلبي لكل واحد اهلاوي في مصر وبره مصر. مش عايزين حد يضيع علينا فرحتنا، مش عايزين حد يا جماعه يقعد يتريق علينا. احنا احترفنا وقلنا حسين الشحات غلط والاهلي يستحق الهزيمه، بس خلاص بقى خلصت بقى، مش هنقعد كل يوم والتاني بقى هنعملها ايه. انتوا عندكم ماتشات في كاس العرب اتكلموا عليه، سايبين البطوله بتاعتكم انتوا رايحين تاخدوها وجايين تتكلموا على حسين الشحات والقيم والوقف والمواقيع. يا عم في ايه انت وهو؟ عيب عليكم يا عم، شوفوا ناديكم انتوا وصل لفين، شوفوا ناديكم يا جماعه نادي الزمالك الفريق اللي هيلاعبه الاتحاد المنستيري ده، الاهلي السنه دي كسبه رايح جاي، كسبه في تونس وكسبه في القاهره 1-0 بعبد المنعم، وهنا 3-0. يا جماعه ركزوا عشان اما يطلعوا الامل الوحيد عندهم في البطوله دي اللي هم يكسبوا الفرقه دي، وانا بقول لكم اللي احنا كاسبينهم رايح جاي، يعني مش هتشغلوا دماغنا اللي انتوا تكسبوا ولا ما تكسبوش، والبركه اللي انتوا تكملوا في النهايه، يا رب تكملوا عشان تطلعوا مش بفضيحه. اقسم بالله انا متخيل لكم، اقسم بالله كم مره اللي انتوا الماتشات اللي هتلعبوها في السعوديه هتبقى دي النهايه للمدير الفني ومجلس الاداره والقناه، الا قناه الزمالك. يا جماعه انا عمري ما شفت كده، عمري ما شفت 4 بيقعدوا 4 يتبدلوا، 4 صحفيين يقعدوا 4 يتبدلوا، ده فلوس نادي الزمالك رايحه على الصحفيين اللي بيطلعوا يشتموا النادي الاهلي. والله فلوس نادي الزمالك اللي هم بيقولوا مش لاقيين نجيب لعيبه رايحه على الصحفيين اللي بيقعدوا يشتموا النادي الاهلي، اللي بيقعدوا كل يوم يهينوا النادي الاهلي على ايه ما اعرفش. مفيش حد بيقول معلومه لصالح نادي الزمالك، وفي الاخر جايين يعملوا ايه؟ قيم والمبادئ. خلصنا من امام عاشور دخلنا في حسين الشحات. ادي الزملكاويه وادي طموحهم مع النادي الاهلي. بالنادي الاهلي يا جماعه جننهم، مجلس اداره النادي الاهلي عمال يخبطهم خبطات وهم مش حاسين، عاملين فيها برده، يقول لك احنا ما يهمناش ما مش عارف ايه. يا جماعه لا، ده هم بيغلوا من جوه. اوعوا تفكروا صفقه امام عاشور دي يا جماعه تهز اي حد. مين كان بيتوقع ان امام عاشور هيروح الاهلي؟ كله كان بيقول لك لا، عمر الاهلي ما يعمل كده، عمره يا جماعه النادي الاهلي قال كلمه واحده، اللعيب اللي صالح للنادي الاهلي هنجيبه حتى لو بيلعب في قلبكم، وجبناه، جبناه من قلبكم يمين الله. ولسه الضربات جايه كتير، اقسم بالله يا زملكاويه ضربات مجلس اداره النادي الاهلي من قلب لاعبكم، لو عايزين نجيبها كلها هنجيبها. اقسم بالله لو دخلنا في قلب كل لعيب بيلعب في الزمالك امنيتي هتروح الاهلي،
امنيه حياته روح الاهلي، بس على مين؟ احنا ان شاء الله بدون مقاطعه عندنا احسن لعيبه في مصر واقدم لعيبه، رغم اللي حصل من حسين الشحات اللي احنا كلنا وكل دقيقه احنا مش راضيين عنه، اقسم بالله. واي حكومه النادي الاهلي يقولها ولا اتحاد الكوره على حسين الشحات على قلب زي العسل. ويوم ما اتكلمت على طاهر وقلت طاهر اسوأ لعيب في النادي الاهلي السنه دي كان على حق يمين الله، ومصر على رايي. طاهر محمد طاهر المفروض لا عار لا بيع، ما فاتش النادي الاهلي، ما عملش جديد النادي الاهلي. طاهر يائس. طاهر يا جماعه اكتر ما بيستلم الكوره يمين الله بيقع، بيستلمها عشان يقع. احنا عايزين بقى نجدد بقى، عايزين اللعيب اللي يروح بقى زي رضا سليم ده كده، ولا اي حد بقى فرود ده يجي لنا بقى عشان نوريهم الويل، عشان نوريهم الرعب. ان شاء الله بدون مقاطعه مصمم الاهلي السنه الجايه هيبقى رعب، هيبقى رعب في افريقيا وزي ما قلت وفي مصر. احنا خدنا 5 بطولات السنه دي، وبامر الله كل بطوله هنخشها بالمدير الفني بتاعنا المحترم كرر، بامر الله بدون مقاطعه مكملين، وبامر الله مساندين مجلس ادارتنا المحترم، ومساندين لاعبتنا اللي هم احسن لعيبه في افريقيا ان شاء الله بدون مقاطعه. وعايز كل اهلاوي بدون مقاطعه يصلي على النبي ويدعم ابو يوسف الاهلاوي باللايك والتعليق اللي هو على دماغي. اي حد بيعلق على دماغ ابو يوسف الاهلاوي، سلام يا احسن ناس.